مجددا مع أبونا شمعون لكي ندرس قواعد اللغة الأشورية المعاصرة. الآن نحن في الحلقة 23. أبونا شمعون خبرنا شو في بجعبتك. نعم، أشارككم النص. أيوة، أشارككم النص. أيوة، جميل. هلا نرجع إلى رجع إلى هذه، نرجع إلى ما كنا عليه سابقا. أيوة، اللي أنظمه شوية، أرتبه شوية. كان في الصفحة 70 أو مثل هيك. أيوة، اسحبه من السلم أبونا أحسن لك. أيوة من هنا، أيوة اسحب لفوق. صح، بس أخاف أيوة لا يروح شو الزحمة زايد. أوكي أيوة. هي هذا. أيوة نرجع أيوة نرجع من بداية الأفعال، من بداية الأفعال إذا تريد، هيك يكون عندنا الكل. أيوة هيك. أيوة، اللي هذه نشيلها. أوكي. أيوة. أوكي. رجعنا نفس المشكلة. ليش؟ لازم تثبت السهم عليه. صحيح، هي هاي. هي أنا كمان هيك تصير معي. أيوة. ابدأ ثبت السهم. ثبت السهم. أيوة. صح. أيوة، نبدأ من الفعل. يلا نبدأ من الفعل. من بدايته لأنه ما عملنا كثير في الحلقة السابقة. نعم. الفعل سعرانا، قلنا سعرانا سين واو عين راء نون ألف، سعرانا. فعل كلمة تدل على عمل أو حالة معينة، وللفعل زمن وله معنى كان في ذاته، مثل قريله، قاري، كاتو، قريله، بتقاري، بتقريا، بقراية، واقي، قارخوة. المهم هاي فقط أمثلة، هي مو مشكلة. قرأ، سوف يقرأ، نقرأ، كنا نقرأ، هاي أفعال، هاي أمثلة على الفعل. العربي نفس الشيء، قرأ، سوف يقرأ، نقرأ، كنا نقرأ. للفعل 3 أقسام رئيسية قلنا، هو جذر الفعل ومشتقات الفعل وتصريف الفعل. جذر الفعل اقرأ سعرانا، infinitive بالإنجليزي، قابلها. مشتقات الفعل فرعة سعرانا أو فروع الفعل نحن نسميه derivatives بالإنجليزي. تصريف الفعل سرعة سعرانا، تصريف conjugation. أوكي، نجي للقسم الأول، راح نشوف جذر الفعل. فقرت سعرانا انفينيتي. جذر الفعل هو صيغة الفعل التي تشتمل على الحروف الأصلية للفعل فقط. الحروف الأصلية فقط للفعل، يعني للفعل بدون زيادة. خلينا نشيلها هاي فقط زائدة يعني. جذر الفعل هو صيغة الفعل التي تشتمل على الحروف الأصلية للفعل بدون زيادات. في اللغة الآشورية المعاصرة جذر الفعل له نفس صيغة الفعل في زمن الحاضر البسيط للشخص الغائب المذكر. أما في العربية فله صيغة الزمن الماضي البسيط للشخص الغائب المذكر، نفس الشخص نفس الزمن، ولكن صيغة بالماضي عربي والحاضر. والمثال هو كاتو بالسرياني معنى يكتب، ولكن جذر الفعل بالعربي هو كتب. تمام؟ الماضي. قائم بالسرياني معنى يقوم، ولكن بالعربي نكتب قام، هو جذر. شاتي بالسرياني بالعاشوري يعني يشرب، حاضر، بالعربي شرب. وقلنا انظر الفصلين 12-13، شفنا سوينا نظرة في الحلقة الماضية، ألقينا نظرة على هالفصلين اللي يشتملون على كما قلت جميع الأفعال. جذر الفعل كله في الفصل 12، كل الأفعال جذورها اسم الفعل، مشتقاتها يعني مع صيغة الأمر. في اللغة الآشورية المعاصرة هناك مجموعتان من الجذر. جذر ثلاثي، اقرأ طلاتايا. شوف ثلاثي مو ثالث، هاي اللي أخذناها بالعدد، قلنا الشكل اللي
هل أيوة الصيغة أيوة هذه أيوة 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 أيوة. أيوة تمثل شكل الشيء، شكله، أيوة مو مرتبته. جذر ثلاثي اقرأ طلاتاية، طلاتاية والذي يتألف من 3 أحرف. وجذر رباعي اقرأ أربعاية ويتألف من 4 حروف كما بالعربي طبعا. الثنائي ما في بالعربي. باللغة السريانية القديمة هناك جذر ثنائي أيضا، يعني عنده فقط حرفين. أما بالمعاصرة، الأشهر المعاصرة فقط ثلاثي ورباعي مثل العربي. أيوة. الجذر الثلاثي نجي على الأول. جذر الثلاثي اقرأ طلاتاية 3 literal root، هكذا أنا ترجمتها 3 literal root لأنه حتى تكون معروفة اليوم. هاي ما في باللغات اللاتينية والإنجليزية هذه أوروبية ما في هذا الشيء، هذا جذر. هم عندهم انفينيتيفو. انفينيتيفو هو مو الصيغة القصيرة، إنما صيغة طويلة. أنداري، شوف هي ARA باللاتيني مثلا، كميناري، أنداري، منجاري، مندوكاري، آري. فالمهم بس حتى يفهموها، وهي مكتوبة، شفت أيضا بالكتب القديمة اللي يحكون عن هالأمر عن اللغات السامية موجودة. هي 3 literal root، الجذر ثلاثي الأحرف، 3 literal أو triliteral، ما أعرف شلون يلفظوه بالإنجليزي بالضبط. ينقسم هذا الجذر إلى قسمين رئيسيين: جذر سالم اقرأ شلمة، جذر معتل اقرأ كريهة. بالضبط مثل بالعربي، هاي اللغات السامية في هالأمور تتشابه أستاذ سامي. أظن أيضا العبري، ولو ما أعرف العبري ولكن أظن نفس الشيء. أيوة اللغات السامية هي تشترك فيها الأمور. جذر سالم اقرأ شلمة، وجذر معتل اقرأ كريهة. راح نشوف. الجذر السالم تعريفه هو الذي لا يحتوي على أي حرف من حروف العلة التي هي ألب ويوت، فقط حرفين بالأشوري. بالعربي هي 3: ألف يو، ألف واو يوت ياء، ألف واو ياء. بالأشوري فقط ألف وياء. مثلا كاتب يكتب، ما في أي حرف علة، لا في ألف ولا في ياء. دامخ ينام، ما في لا. بارش يفرز يفصل، بارش قلنا هاي فريش فريسيين، من هون جاءت بارش. كانش يكنس أو يجمع، كانش. اوكي فقط يقول علموا اذا تريد تشوف كل الجذور من هذا النوع فروح على الفصل 12 اللوح رقم 1 اللي شفناه قبل شوية، شفناه بالحلقة الماضية. فهناك تشوف كل الجذور موضوعة بالتسلسل الأبجدي. بعدين عندنا الجذر المعتل النوع الثاني، وهو جذر الذي يحوي على حرف أو أكثر من حروف العلة، وهو على 6 أنواع تبعا لعدد حروف العلة التي يحويها وموقعها فيه. كان الأول، الثاني، الثالث، هذه 1 2 3 حروف علة فيه. فنجي على كل واحد منها كتعريف. هسه معتل الأول وهو الذي يكون الحرف الأول فيه من حروف العلة. مثلا آزل، شوف الحرف الأول هو علة الألف. آزل ومعناه يذهب، آخل ومعناه يأكل، آمر ومعناه يقول، ياتو ومعناه يجلس، ياقد ومعناه يحترق، يشتعل، يحترق، ياقد. أيوة. وعندنا المعتل الوسط، وأنا طبعا ما كتبت المعانيها، ولكن في لما نجي على المفصل كله نكتبها. معتل الوسط هو الذي يكون حرفه الثاني، لأنه هو 3 حروف، فالثاني هو الوسطي. يكون حرفه الثاني من حروف العلة، مثل قائم يقوم، رائم يرتفع، هائش يبقى، كايم يسود.
يسود. أيوة. ومعتل الآخر الحرف الأخير هو الذي يكون حرفه الأخير أي الثالث من حروفه. مثال كالي يقف، مالي يملأ، شاري يحل حل يحل، شاتي يشرب، قارئ يقرأ. أيوة. هذا عندنا الآخر معتل الأول والوسط، يعني هناك حرفين معتلين فيه، هو الأول والوسط. عندنا فعل واحد يتيم باللغة الآشورية وهو يائر، فقط هالفعل موجود من هالنوع، لكن علينا أن نكتبه طبعا في قواعد هذه. يائر ويعني يجرؤ. فعل واحد، شوف الياء والألف اثنين في البداية وفي الوسط هي حروف علة. أوكي. معتل الأول والآخر والذي يكون حرفه الأول والأخير من حروف علة. مثال آتي يعني يأتي، أتى يأتي، يابي يغبز، خبز يغبز، يامي حلف يحلف، يامي. أوكي. الأول والأخير. أوكي. معتل الوسط والآخر هو الذي يكون حرفه الثاني والثالث من حروف العلة. خاية يعيش يحيى. أبونا ليش أنت بتكون معتل الآخر، ليش ما تكون معتل الأخير؟ الحرف الأخير ممكن الأخير مش الآخر. بس شفتها أنا هيك الآخر وهو حروف العلة. ما حد يفهم الآخر أبونا. أوكي. الأخير أظن هو يكون أفضل. أوكي. الأخير أظن الأوسط والأخير. أوكي. انقلها وحطها محل ذاك. أيوة. وظبط المد بالفوق بالأول. شوف ارتفع شوية، ارتفع بالسهم شوية. هذه ليش؟ أيوة. هاي هيك، هذا اللي حبيته. أيوة. حلو. أيوة الأخير. أيوة. شكرا. إحنا أبونا بالعربي أظن نقول معتل الفاء، معتل العين، معتل اللام. نعم. هاي طريقة سيبويه، طريقة قديمة. فعل يفعل. قسم من القواعد أنا شفت كتب قواعد آشورية. أيوة. استعمل هالطريقة هذه. أيوة. أنا ما استعملت هالطريقة هذه. كلامك سليم. أنا نفسي كثير أضوج من هالطريقة هذه. فعلوا فعال فعيل فعول فعل. ما شو اسمه. أنا رحت على الطريقة الحديثة الأوروبية اللي نعمل شو اسمه نشرحها. لا زين عملت. لأنه هاي طريقة قديمة أنا كثير مملة جدا، يعني ما أعرف شلون أنا أضوج منها يعني إيه. لا حلو. الوسط والأخير تعرف شو معناه. أنت مجدد. أيوة. حاولت في بعض الأمور، قدرت أجدد كثير أستاذ سامي، بس بعدين شفت قلت راح يمكن قسم يقول هذا مدى يعرف القديم، مدى يعرف هذه. ما أعرف. أيوة يعني أيوة. شوية. فحاولت في الأمور التي الوسط. معتل الوسط والأخير. خاية يحيى، خاية. لاء، شوف الحرفين الألف أليف، يعني لاء يعني يرثي. لا يرثي رثاء. لاء. التوضيح. ألف حرف العلة في بداية الجذر يسقط. شوف تسقط اللي أنا أخذتها أنا في عقلي هو السرياني. حرف هو مؤنث السرياني. أحرف العلة في بداية الجذر أحرف هي أنا صح؟ لا تسقط. أحرف العلة في بداية الجذر تسقط. شوف كده تسقط يا سيدي. تسقط لفظا في بعض اشتقاقات الفعل وتختفي في بعضها الآخر. لهذا سميناها علة مريضة، لأنه ما تبقى على اسم، تتغير. شوف آخل هنا يأكل. قال تصير شو هوني لفظا سقطت ما نلفظها. خالة ما نقول أخالة، خالة.
انت حطيت على الشحطة هاي فوق. أيوة الشحطة هاي يدل على ذلك. ايوه. خلطة، خيلة، يعني أكل بالعربي نقول أكل، أكلا، أكلة، مأكول، خيلة مأكول. خول شوفوني بالمرة راحت ما في خول. ايوه كل بالعربي نفس الشيء كل. ايوه كل. كلوا، خول، كلوا، خول. ومثال آخر يالب، هنا العلة الثانية يود، هنا أليف، هنا ياء. يالب، لابا، شفت هاي لابا، لبتا، ليبا، لوب، لوب، يعني يتعلم، تعلما، تعلمة، أو متعلم، تعلم وتعلموا. أيوة. شفت كمبيوتر نفسه يجيب لي، أنا كان كتبت ألف باء جيم، هو جاب سوالي تاء. غريب هيك. ألف باء كان ألف باء جيم تاء، صارت ليش؟ اللي يسوي شفت صارت تاء، كتبتها باء بالضبط. رقمها 1 2 3 يكون اسهل. ايه بس دائما ارقام، ما كثير ارقام راح تصير في عندنا. ايوه. المهم راح اشوف ارتبها. حرف الشيء، الملاحظة الثانية هي حرف العلة ألب أليف الذي في وسط الجذر يتحول إلى يود في بعض الاشتقاقات ويختفي في أخرى. مثال قائم بالوسط هذا أليف، تصير قيامة بالاسم الفعل. قائم يقوم، قام قياما، بالعربي نفس الشيء. قام قياما. قيمانا هو قائم اسم الفاعل، قيمة اسم المفعول. قم أمر المفرد، قوم أمر الجمع. حلو. ثالثا حرف العلة الذي في نهاية الفعل يتحول إلى يود أو يختفي في بعض اشتقاقاته، مثل قارئ يقرأ، يصير قرايا، تحول إلى يود. والألف هذه طبعا الألف بركة، هاي تجي بعد ألف البركة بالأسماء هذه والصفات فقط، أما بالفعل لا، تعد لها جزء مكانها. قارئ، قرايا، تحولت إلى ياء. قريتا تحولت إلى ياء مع تاء التأنيث هوني، لأن مرة اسم المرة، مرة مؤنث هو. قارويا، قارئ. قريا، مقروء. قري، اقرأ. قريم، اقرأوا. قريا، قريانا، القرآن قريانا هو شو اسمه اسم العادي. اوكي، هذه بعض الملاحظ عن الجذر الثلاثي، عن الحروف العلة هذه ومكانها في الفعل. حلو جدا، حلو جدا. هذا الجذر الثلاثي هو كل ما عنه. حلو جدا. ايوه، نجي على الجذر الرباعي. ما هو؟ اقرأ 4 آية. quadruple letters root. quadruple ايوه. هو الجذر الذي يتألف من 4 حروف وينقسم أيضا إلى قسمين، سالم ومعتل. السالم أي الذي لا يحتوي على أي حرف من حروف العلة، مثلا همزم، 1 2 3 4. همزم يتكلم. مرخط، مرخط يتراكض، يركض. مرخط. راخط هو ثلاثي، يعني بدون هذه، راخط يركض. مرخط يركض. ايوه مرخط. كرمش، كرمش يعني ينكمش. كرمش ينكمش. ينكمش. فعن عن الجذور الرباعية انظر الفصل 12 اللوح رقم 8.
كل الجذور الرباعية. المعتل هذا السالم، الرباعية السالمة. المعتل، الجذر الرباعي المعتل أي الذي يحتوي على حرف أو أكثر من حروف العلة، وهو على أنواع مختلفة نسبة إلى عدد أحرف العلة التي يحويها وموقعها فيه، مثل الثلاثي، وهي انظر في هذا الفصل 12 اللوح رقم 9 هناك في كل المعتل الأول عندنا أجر، أشر، يقر، يقرن، أرقل. أي يؤجر، أجر، يؤجر، أشر، أشر، لا يؤشر، هذه جدي بدل هذه، يؤشر، وهذه الأخرى يحترم، يقر، جدي واحدة بدل الأخرى جدي. أجر إذن يؤجر، أشر يؤشر. تحط أبونا تحت يكون أفضل. بعدين موجودة بالأمثلة تحت، هي موجودة. أجر، يؤجر، يؤشر، أشر، يقر، يحترم، يقرن، يثقل، أرقل، يتأخر. أوكي. معتل الثاني هيمن، يؤمن، هيمن، يؤمن، طيمن، يثمن، حير، يساعد، زيخ، يحتفل، زيخ. هذا ليش هذا رباعي؟ شوف هذول 3 حروف، ليش رباعي استاذ سامي؟ تتذكر ليش؟ لا، لأنه قلناها في الفصل الأول، ما زال هذا مفتوح الأول يعني بالفتحة. أيوة. الحرف الثاني يتشدد فهو حرفين أيوة. بعدين أشرحها هذه. أيوة. فيصير 4، هي، ها، يا، راء، هي يعني يا مشددة، فتصير ياءين. أيوة. زيخ، وأيضا فلذلك يعامل معاملة الرباعي، وأيضا أيوة. كل المشتقات تصير على الرباعي مو على الثلاثي. المعتل الثالث إذا حرف الأخير مزيد، 1 2 3، الثالث هو يا، مزيد، يزيد، مميل، يزرق، مميل، معايد، يتمرن، معايد. أوكي. معتل الرابع قلطه، يتخثر، قلطه، ربه، هو 3 ولكن مفتوح، فالباء مشددة فصير 4، ربه، يرمي، مشقه، يحد السكين أو الفأس، مشقه، يحد، خليه بين قوسين السكين حتى لا واحد يشوف يعني حدود البلد أو شيء. أيوة. أظن إحنا نقولها بالعربي مشخة. أوكي. أظن خلي أظن قليل الاستعمال، بس مع أنا سمعت بها. ومعتل الأول والآخر عندنا أردي وأوي. أردي يتخثر أيضا ومرادف لقلطه، أردي، لكن أول هو آخره معتل. أوي يطابق، أوي الواو هون مشددة فهي مضاعفة فيكون 4. أوي. شوف الواو ما هي من حروف العلة، فلا تقع ولا تتغير ولا هيك. أول. أيوة. عندنا شيء آخر، الجذر الميمي أو بالعربي مصدر الميمي، ولكن ما ينطبق مو بنفس المعنى. أيوة. الجذر الميمي، أقرأ ميمايا، فأنا ما بالإنجليزي ما عرفت شو خليت ميم روت. ميم. ليش لا؟ لازم كل جذر ثلاثي، شوف مفتوح الرأس
قلنا مفتوح الرأس يعني شنو؟ يعني أوله فتحة مش سقافة، مو طويلة قصيرة، فتحة القصيرة. ها مفتوح الرأس يسمى. أي حرفه، شو معناه مفتوح الرأس؟ أي حرفه الأول يحمل حركة فتحة قصيرة، هذا معناه مفتوح الرأس، أو بتاخة نسميه بدلا من الفتحة الطويلة سقافة، لأنه كل الجذور الأخرى الاعتيادية تبدأ بسقافة بالحركة الطويلة، فتحة طويلة، كان بعضها فتحة قصيرة. فهي الجذور اللي تبدأ بالفتحة القصيرة يعتبر رباعيا هذا الجذر، بالرغم من ظهور 3 حروف في هاي الالتقاء القولي، لأننا كما قلنا في الفصل الأول بأن حركة بتاخة تضاعف أو تشدد الحرف الثاني إذا كان متحركا. لذا فإن هذا الجذر في الواقع يتألف من 4 حروف وليست 3، كما هو ظاهره. أمثلة: شر، شوف هذه شر، في عندنا شار يحل، أما شر فهو يبدأ. شوف فرق كبير. شارع فقط في الحركة، الاختلاف حركة الحرف الأول، هناك سقافة أو فتحة طويلة، هنا بتاخة أي الفتحة القصيرة، يتشدد الحرف اللي بعده، يتضاعف، يعني يصير 2 حرفين، شر وري. هي في الحقيقة شر وري، شفت؟ أيوة شر وري، لكن دمغناها هذه 2 شر ري. أيوة تمام. يبدأ. شن هي في الحقيقة شن وني، 4 حروف. أيوة شن وتعني ينتقل، شن. فرق في الحقيقة هي با را وراء قاف، فرق معناها يخلص. رب هذه مش مضاعفة، هي في الحقيقة هي رب وبي، رب يعني نلفظها مرتين، تمام؟ فهي حرفين بالإنجليزي. هذه الغربية مليح، هم ما عاد شدة، إنما يحطون مرتين الحرف، يكتبوا مرتين. هناك كان في أيضا، يعني صار مرة في مؤتمر كان في قسم عرضوا قالوا ليش ما نحن أيضا نعمل هيك، نشيل هالقضية هالفتحة هذه القصيرة، المشكلة هاي، فنحط نفس الفتحة الطويلة، ولكن الحرف اللي يليها نكتبها مرتين إذا أردنا أن يكون مشدد. فطبعا ما صار الاتفاق عليه، لأنه بعدين قلنا راح تتغير كثير من الأمور، القواعد القديمة راح تتخربط يعني. أيوة خلي نكتب بالقواعد نذكر هالشيء هذا. رب، قبل أيوة وبل، هي قب وبل، وهلم جرى. لذا تكون اشتقاقاته وتصريفاته حسب قواعد الجذر الرباعي، لأنه صار 4 حروف وليس الثلاثي كما سنرى لاحقا. لكن هون يجي الدور الميمي هذا. لكن من أجل عدم الاضطرار إلى تجديد الحرف الثاني، والذي يعتبر غير مرغوب وثقيل، شن شر مو حلوة على أساس قالوا، وثقيل على اللسان، عمد اللغويون إلى صناعة نسخة ثانية لهذا الجذر لتجنب تجديد وتكرار الحرف الثاني، وذلك بإدخال حرف ميم ساكنة في بدايته، وتغيير حركة حرفه الأول إلى سقافة بدل البتاخة، يعني إلى الفتحة الطويلة بدل القصيرة، لكي ما لا تشدد ما بعدها. ويسمى هذا الجذر بالجذر الميمي. ليش؟ لأنه يبدأ بحرف ميم. شلون؟ استوعبت هذا؟ فهمت. ايوه، يعني فتحيلة يعني شرعية سووها. حلو من أجل أن لا نجي نقول شر شن، مو حلوة، برق، لكن مبارق، فتصير هوني شر، فتصير مشانة بدل شنة، بدل هاي شنة تصير مشانة. شفت ميم؟ أيوة ميم شين سويناها، بدلنا حركتها إلى طويلة، فتحة طويلة، مشانة بدل شنة، مشارة بدل شرة، مشارة شرة، مرابة بدل ربة، مرابة، مقابل بدل قبل،
مقابل، والتي تعني على التوالي ينقل ويبدأ ويرمي شان ينقل أو ينتقل. مشاري يبدأ، مرابي يرمي، مقابل يقبل. غني عن القول أن الجذر الميمي ليس أصليا بل مصنوعا أو مزيدا، لذا كتبته في الألواح الخاصة، هاي الألواح اللي شفناها في الجذر الرباعي، في الألواح الخاصة بالجذر الرباعي، لأنه في حقيقته من 4 حروف بمعية أصله الثلاثي. يعني كتبت قبل هذا أصل الثلاثي شني، وتحت وعملت الاشتقاقاته، وتحته في نفس الحقل، مو نفس الحقل الجديد، مشاني، واشتقاقاته على الجذر الرباعي، على الطريقة الرباعية. تمام؟ راح نشوف في حينه. فلذلك شوف، انظر الفصلين الثاني عشر والثالث عشر، في اثنيناتهم هالشيء موجود، هذا الجذر الميمي. وبهالطريقة أنه تحت لما نقدر نكتبه يعني بالأبجدية يبدأ بالميم في حقل الميم، تمام، لأنه مو أصلي هذا هو هذا نفسه شنة، فإذا شين هو بدايته، ولكن هذه زيادة أزيدت للغرض اللي قلنا، وهو بالقاموس لا، هو هذا شنة، ما في مشانة، شنة. أيوة، وهذا الأصل. يعني لازم تحسب حساب لما تبحث بالقاموس. أيوة. ليش أنا حطيتهم في نفس الحقل؟ حتى يعرف القارئ، لأنه هذا فوق وهذا الأصل وهذا المزيد. معية أصله الثلاثي، شفت؟ فهمت. معية أصله الثلاثي المبدوء بحركة تاخا، أي هذا، شوف، شن، شر، رب. هلا وضح الأمر. وضحنا. تحذير: هذه الميم، واحد، هذه الميم الزائدة لا يمكن إطلاقا إدخالها على الجذر الرباعي. هناك بعض المتكلمين عندنا أيضا الرباعي يحطوا كثير مرات ميم، لا هذا غلط. فهي طبعا الرباعي ممكن فقط الثلاثي المبدوء بالفتحة القصيرة، ممكن أن نحط وننطيها النسخة الثانية المبدوءة بالميم تجنبا للتكرار أو للتجديد. أيوة. ثانيا، يجب التفريق بين هذه الميم والميم المفتوحة التي تدخل على الفعل اللازم فتحوله إلى متعدي، وهي مفتوحة تكون مو ساكنة، وراح نجي في حينها. فقط هوني أنا أردت أعمل هذه وأعطي بعض الأمثلة، راح نجي نشرحها هذه كلها في حينه. مثلا شاتي تصير مشتي، شاتي يشرب، مشتي يشرب آخر، بس المتعدي. شاتي هو لازم أنا أشرب، لكن عندما أشرب واحد ثاني، يعني يتعدى على شخص ثاني، هذا متعدي. مشتي. كانش يكنس ويجمع، مكنش يكنس أو يجمع، يخلي آخر يكنس. شاقل يأخذ، مشقل يؤخذ. تمام؟ أوكي. هذه فقط هون فقط للملاحظة للعلم، ولكن يجيب وقتها كل هذه الشرح فيها في حينه لما تجي في مجموعتها. يجب التفريق بينها وبين أيضا بين هذه وبين الميم التي تدخل على الاسم والتي هي حرف الجر من المجزوم. ميم هذه أنا قلتها لما أخذنا الحرف، حرف الجر بعد ما أخذناها، لا، المجزوم كما رأينا سابقا في إيش؟ في ما أتذكر، شفناها في بعض هذه، ولكن كما أخليه كما سنرى التفصيل في فصل لاحقا، فصل جذورية لاحقا.
حط الحاء قبل القاء. طيب طيب مثلا آشور تيلي مبيتا. شوف هاي الميم مبيتا، بيت أي من بيتا، هي من بيتا، لكن ممكن هذه نجزمها ندمجها مع الاسم مبيتا، من بيتا ومبيتا. يعني لازم نميز بين هذه وهذه وبين الثلاث أنواع الميم اللي موجود. نعم. بعدين راح اسوي صفحة جديدة. مشتقات الفعل. انتهينا من جذر الفعل. هو عندنا الجذرين، الرباعي الثلاثي والرباعي، السالم والمعتل، والميمي اللي هو مزيد على الثالث المفتوح الأول. أيوة. مشتقات الفعل، فرع سؤرانة، derivatives of the verb. عندنا وقت ما؟ عندنا 15 دقيقة أو 20 دقيقة. جميل. راح نشوف أقله قسم فرع من الفروع هذه. بعد التعرف على جذر الفعل ننتقل إلى فروع أو مشتقات الفعل. للفعل فروع أو مشتقات عدة، ومثل ما تخرج، وهي مهمة نحن عندنا بالآشورية، مثل ما تخرج فروع الشجرة من جذرها، هكذا نشتق فروع الفعل في اللغة الآشورية المعاصرة من جذره. وفروع الفعل عندنا هي 4: اسم الفعل، اسم المرة، اسم الفاعل، اسم المفعول. نبدأ بالأول، اسم الفعل، شم سعرانة. شوف شم هي جزم لكلمة شماه، شم سعرانة، شم سعرانة اسم الفعل. جرونت يسموه بالإنجليزي، شوف بالكتب القواعد الإنجليزية جرونت. بالإيطالي أيضا جيروندو. اسم الفعل ويدعى أيضا المصدر. يدعى المصدر بالانفينيتيف، هو هذا الانفينيتيف تقريبا بالإنجليزي المصدر، لا جيرونت المهم. ويدعى أيضا المصدر المجرد، مصدر المجرد، مو المصدر، مصدر المجرد، ليس له زمان أو جنس أو عدد، لذا يدعى أيضا لم تخمى، أي غير محدد، غير المحدد. أستاذ هنا أنا نجي على العربي. شوف هذه غير، كثير أنا أشوف من الكتاب الكبار أيضا يخطئون في كتابتها بالعربية، يحطوها الف لام، يقول الغير المحدد. يقول الغير محدد. ايه هذا خطأ، لأن غير، هذه غير هي شو هي ما تأخذ الف لام. غير ما ممكن أن نعطيها. أنا أوقات كمان أحتار فيها. لا ما أحتار ممكن، فيها. مستحيل. أنا هذه كثير حساس لها، كان من صغري يعني لما كنا ندرس هذه غير وغير في. مثلا نقدر نقول الفي، لا ما نقدر في الفي. العند، لا عند. احنا نقول مثلا، احنا نقول غير المسلمين في بلاد الإسلام، مش الغير مسلمين. أيوة المسلمين أوكي، أما الغير لا، الغير لا ما في غير. هي غير المحدد، لام تخمة، غير محدد، غير المحدد. ويشتق من الجذر كما يلي. اسم الفعل إذا اشتق من الجذر، قلنا جميع هذه الفروع تشتق من الجذر وكما يلي. أولا من الجذر الثلاثي، من كل جذر منها ثلاثي، سالم ومعتل أيضا، معتل بأنواعه الستة، والثلاثي بنوعه والسالم بنوعه الوحيد. من الثلاثي السالم يكون الاشتقاق بتسكين الحرف الأول من الجذر، وتغيير حركة الحرف الثاني إلى سقاطة أو فتحة طويلة، وإعطاء حركة سقاطة للحرف الأخير، فحركة هذه الفتحة الطويلة، لأنه في الواقع هو هذا الحرف الأخير دائما في الجذر هو ساكن. بارش، تمام، هو الجذر هو بارش، فيصير إيش؟ فراشة. عملنا إيه؟ الحركة من الأول شلناها، سكننا هذا الحرف، والثاني كان هو كسرة طويلة، سوينا فتحة طويلة، والثالث كان مسكون، أعطيناه فتحة طويلة. وطبعا إنه اسم، فتجينا هذه البركة، ألف البركة.
يختم بالألف. يصير براشا من بارش، يعني تقريبا رياضيات هذه. هيك هي. أنت تعجبني ليش القواعد يعني منطقي، منطق فيها منطق. زمارة من زامر، هو الجذر هو زامر ثلاثي سالم ما في أي حرف علة. زامر تصير زمارة، نسكن الأول زاء، نغير حركة الثاني من الكسرة إلى الفتحة الطويلة، ونعطي فتحة طويلة للثالث الساكن، ونختم بألف. والزامر زمارة يعني يغني غناء. بارش برارش براشا يفرز فرزا يغني غناء. كتاوى من كاتو يكتب، كاتو يصير كتاوى، كاتو كتاوى يكتب كتبا، كتابة كتابا كتبا كتابا أو كتابة، مش هيك؟ كتاب، لا كتابة اسم المرة. أيوة. هذيك كتوتة، كتابة اسم المرة، اسم المرة. كتاب كتبا أو كتابا. كتب كتبا، كتب كتبا، ضرب ضربا، أكل أكلا. كتاوى من كاتو، كتاوى. سكنا الأول، أعطينا غيرنا الكسرة إلى فتحة طويلة، وأعطينا فتحة طويلة للساكن الأخير، وختمناها بالألف، ألف البركة. زراقة، زراقة زين، زراقة من زارق، زارق سكننا الزين، أعطينا فتح، غيرنا الكسرة الطويلة للراء إلى فتحة طويلة. القاف أعطيناها فتحة طويلة وختمناه بالألف البركة. زارق زراقة يشرق شرقا، يشرق زارق. زرق شمشة، شرقت الشمس أو أشرقت يقولون بالعربي يمكن أكثر. أيوة. فعلى هذه الثلاثي السالم في الفصل الثاني عشر، اللوح الأول رقم 1، في هناك كل هالجذور هذا من هالنوع. من الثلاثي المعتل نجي، ويكون بالطرق التالية، لأن المعتل قلنا أنواع، الأول الوسط الأخير، الأول والوسط، الوسط والأخير، الأول والأخير. من معتل الأول يتم بإسقاط الحرف الأول لفظا لا كتابة، وتغيير حركة الحرف الثاني إلى سقافة أي فتحة طويلة، وإعطاء حركة سقافة فتحة طويلة للحرف الأخير، وختمه بألف ساكنة طبعا. مثل خال من آخل، هذا في بدايته حرف علة أليف، آخل تصير خالة. الأليف شو عملنا؟ سكتناها سكناها بهذه الشرطة حطينا فوقها حتى نعرف. والكاف الخي أو خاء، هنا الخاء من كسرة طويلة سوينا فتحة طويلة مثل بالضبط السالم. هنا بعض الخطوات تشبه السالم، بعض الخطوات لا. عملناها فتحة طويلة، وأعطينا فتحة طويلة لللام للحرف الأخير، وختمناه بألف البركة. مثال آخر آمر، آمر يقول صير مارا، سكننا الأول المعتل، وغيرنا الكسرة إلى فتحة، وأعطينا فتحة للأخير راء، وختمناه. آمر مارا يقول قولا. آزل أليف، آزل يصير زالة، أليف هذه تسكن، والزاء تغير كسرتها إلى فتحة طويلة، واللام الساكنة تسقف أو تعطى إسقافها أو فتحة طويلة. شوف أنا أستعمل كلمات سريانية
ولكن بالعربي أسويها أعملها معاملة عربي. إسقاف مسقوف، ما شفت كتبت مسقوف يعني مسقوف يعني ذات سقافة أو ذو سقافة مسقوف. هاي مصطلحاتي هذه ايش اسمه. اوكي. ساق من آسق، ايضا الف هي في البداية، آسق تصير ساق، نسكن الأول، نغير الكسرة الطويلة للثاني إلى فتحة طويلة، ونعطي فتحة طويلة للساكن الأخير، ونختمه بألف. ياتو يجوز. آسق طبعا ساق يعني يصعد صعودا، آسق ساق. ياتو تاوى الأولى هذه ياء، هي هنا كلها كانت ألف، تمام، لكن احنا عندنا ألف والياء اللي هي العلة. يا ريت أبونا تحط بين قوسين معنى الكلمات. نعم راح أحطها فوق تحت، أيوة فاتني عجيب. هذه عملته بالأمثلة لما نجي هذه عاملها، بس هون أيضا راح أعملها. أوكي. آسق ساق. ياتو تاوى، الأولى نسكنها، الثانية من الكسرة الطويلة سويناها فتحة طويلة، الثالثة المسكونة أعطيناها فتحة طويلة، وختمناه بألف البركة. هذا النوع من المعتل الأول. انظر الفصل الثاني عشان لوح رقم 2، لوح رقم 1 للسالم، لوح رقم 2 لكل الجذور من هذا النوع التي تبدأ بحرف معتل. أيوة. واشتقاقاتها كلها معها. طب كيف جمعت هذول كل الأفعال؟ من مرات كثيرة بالليل أنا دائم كانت يجي لي أفكر كثير، يجي لي كلمة أقوم أكتبها حالا، عندي كان حط ورقة على الحائط أكتبها حتى لا أنساها يوم ثاني. وبعدين طبعا راجعت هذا، هل القاموس منا كله راجعته. أيوة، كل قاموس منا راجعت الكلمات اللي فيه. شوف، لأن في بعض الكلمات هون موجودة، بس فيه كلمات ما موجودة بقاموس منا لأنه أقدم من هذا القاموس منا، يعني أقدم من هاللغة القديمة. يمكن هي أكدية سومرية، بس نحن نستعملها بدون ما نعرف. طبعا ما أقدر أجزم هنا ما أقدر، ولكن ما هي آرامية ولا الأسريانية قديمة ولا أشوري قديم. أيوة. فكنت أكتبها دائما، وأفكر بنفسي دائما وأنا نايم وأنا أسافر. أنا هذه أنا تفكر بكتاب القواعد مثل ما بفكر أنا بالقرآن. بالضبط. شفت بالضبط. في فترة يعني طويلة أنا كان شغلي الشاغل هذا، طبعا مع أشغالي الاعتيادية، وظيفتي ككاهن حلو ومدرس. نعم. أيوة، لأن أنا درست أيضا اللغة حتى في المدارس الحكومية، درست في فترة معينة هون، لأن هنا في السويد ليش أقول مثال السويد يجب أن يقتدى به في العالم كله. هو كل مجموعة من الطلاب التي لهم لغة الأم مختلفة معينة، إذا كان هناك في مدرسة كاملة 3 طلاب من هذا النوع، لهم الحق أن يطالبوا بدرس لغة الأم. أيوة، شوف هاي الديمقراطية، هاي المساواة، هاي الديمقراطية. تمام. لهم الحق أن يطالبوا إذا أرادوا أبائهم هذه يعني أو أولياء أمورهم، يفتحوا لهم، يجيبوا لهم من يدرسهم. أيوة. ويقولون دائما، كان بالمؤتمرات هذه اللغوية غيرها، يقول لغة الأم هي أهم لغة للإنسان. هي ويجب أن تكون أساس لتعلمه اللغات الأخرى. وكان يقول الذي يعرف لغة أمه جيدا سيتعلم اللغات الأخرى بصورة أحسن. حلو. يعني علماء اللغة يعني لغويين هنا هيك، حتى علماء النفس يعني هنا هيك يقولون. نعم. حلو. فأنا درست في مدرسة ابتدائية اللغة. يعني أنا بناتي كنت عايز أعلمهم عربي،
ايوه بس ما عندنا مدارس تعلم شفتوا عربي. شفتوا واذا عايز تتعلم عربي لازم توديهم على الجامع. شفت. وانا لا ما هنا لا، بودهم هم على في الجامع. المدرسة نفسها التي هم يداومون فيها، يعني في درس اللغة العربي، الطلاب العربي درس عربي، درس صومالي، درس لا الفرنسي، انجليزي، ايطالي، ما اعرف ايش، صيني، فيتنامي، كوري، كله اوف كله اوف كله. اوف اوف ايوه اوف. ايوه كل اللغات. الطلاب اللي لغة الام، اذا كان هناك طلاب لغتهم الام فارسية، في معلم فارسي يدرسهم في هذا الدرس، في هذه الساعة مخصصة بالاسبوع مرة، مخصصة للغة الام. شيء هي شيء جميل، شيء عظيم حقيقة يعني. ايه غريب هذا الامر. نعم نعم نعم. عندنا بس بسويسرا ما نسوي هيك. لا ما في أي دولة أخرى ما في. هي السويد حقيقة، السويد يعني مثال في بعض الأمور، مثال صالح في بعض الأمور، أيضا مثال طالح هو. ايه مو كلها. إيه طبعا هو هيك. مو كلها. إيه في هاي يعني حقيقة. حفيداتك بتعلمن عاشوري في المدرسة؟ نعم 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 نعم. شفت حتى حفيدتي كان غنت بالآشوري هاي الأغنية، ايوه ايوه ايوه. شو اسمه. وكل الطلاب حتى الآخرين السويديين والمعلمات تعلموا غنوها معاه. ايه شفت. شفت أيوة. حلو حلو حلو. نعم نعم. يا هذا شيء عظيم يعني، هذا يجب أن تمدح به السويد يعني. اكيد آه، اكيد 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 شيء عظيم شيء عظيم. اكيد. لان احنا نطالب اللغة العربية. يقولوا لي انت ليه ما علمت اولادك عربي؟ يا خيي وين ادرسهم عربي؟ شو الحكي الفارغ؟ وديهم على الجامع هلا يصيروا علموهم بعدين عقائد آه اسلاميه. يعلموهم غير شيء. ايوه ايوه. آه يعطوا دروس عربي بالجامع. فهم علي؟ نعم بس عقائدي. أيوة هي عقائدية. وأنا أستاذ سامي في كثير من المؤتمرات اجتماعات صارت حول قضية المدارس الأهلية، هون ما كان في قبل ايوه مدارس. فجاء طالبوا مع إيش أعطوا، أخذ القرار البرلمان أنه أوكي خلي تفتح مدارس أهلية اللي عندهم هذه، بس طبعا في شروط وهذه خطهم. فتحوا، فصار كثير بيها مشاكل، حتى بالأخبار شوف أنه كيف أنه يعاملون الطلاب معاملة ما هي سويدية، ما هي حسب التربية والقواعد والقوانين السويدية، مثلا يضربوهم يعمل هذه. فقالوا لا هيك ما يصير. حتى عملوا أفلام، يعني واحد راح بالسر عمل نفسه هذه شو اسمه، هو يتكلم عن خاصة المدارس العربية الإسلامية، شيء صار كثير بيها، طلعوه بالتلفزيون كثير مرات. مثلا راحوا سووا هاي وأخذ فيلم فيديو سري، طبعا سريا، شاف شلون أنه يعاملون طلاب يضربوهم ما أعرف إيش، وبعدين يعلموهم قضايا عقائدية. قالوا لا هذا درس لغة، علموهم لغة وعلموهم حسب القواعد، عاملوهم حسب قواعد الإنسانية، الحقوق الإنسان. ايوه أيوة التربية الصحيحة، مو التربية هذه الهمجية. ايوه. فهيك فصارت كثير اجتماعات، وهذه كنت أحضرها أنا. أنه هاي شو تقول عن المدارس الأهلية، هي أنا كنت ضدها، قلت لا اغلقوها كل المدارس الأهلية. ايوه. تعجبوا، كان في قصص سويديين معايا تعجبوا، انت دانيال انت تقول، قلت ايه خلي تكون كلهم يدرسون نفس الشيء، هناك درس بالهذه درس للغة. اما اذا كان دين بالكنيسة والجامعة خلي يعلموهم دين. ايوه نحن نعملها هالشيء كان بالعراق سواء او هون، ايوه بالجامعة او بالكنيسة، ليش ايوه بالمدرسة؟ حتى درس الدين ما في ايوه فدرس الدين هو كدرس تاريخي يعملوا، يعني الأديان ايوه أما على العقيدة ما في، يعني ما يعلمون، ممنوع هذا الشيء في السويد. وأنا ايوه. يعجبني هذا حقيقة. بالبداية شوية ما كان فهمتها، كنت شوية يعني ضد، بس بعدين لما فكرت زين وحللت لا كلش صحيح،
عافية عليهم، حتى يكون المجتمع كله يفهم بعضه، ما كل واحد مفهوم مرجعية. يعني حتى نحن مثلا بالدول العربية على أساس هم نحن عادلين نعطي للطوائف الدينية أيوة. أن يستعملون قوانينهم في الأحوال الشخصية. هذا أيوة. غلط، أنا أظن غلط. أنا كان أتفق. يتعجبوا ليش؟ يقولوا لا، خلي يكون القانون نفسه الأحوال الشخصية قانون إنساني. أيوة. ما في لزوم عند ذلك الطوائف كلها كل واحدة تستعمل قانونها. هذا هو تفكيك المجتمع. هذا هو وتعرف تركيا كان المعاهدة بتاعت لوزان بيساووا مونترو ما اعرفش، كانت امروا يعني لما تفككت الامبراطورية العثمانية، فهم علي؟ قالوا لهم يعني كل طائفة تحتفظ بقانونها. هاي كان من الشروط الغربيين، ان كل طائفة، لانه خايفين يطبقوا عليهم الشريعة الإسلامية. فهم علي؟ لكن شو اللي صار؟ انه تركيا أخذت بالقانون السويسري. علمانية. هو هذا أتاتورك حقيقة أخذ القانون السويسري. أيوة. لأنه هو كان أحدث قانون، فقالوا جيبوا لنا القانون السويسري. فهم علي؟ فبهالحالة هذه مدني علماني نسميه. أيوة. قالوا بهالحالة هاي إحنا بنتخلى عن قوانيننا الطائفية. صح بالضبط. وهذا شيء جميل جدا، هذا شيء صح. مثل ما عندكم بسويسرا وعندنا هون في السويد. أيوة. إذا كان قانون إنساني يساوي بين كل البشر ويعطيهم حقوق وكرامة، يحفظ كرامتهم، ما في داعي للقوانين الطائفية. أنا أتفق معك. كل واحد يكون قانون. ليش؟ شو هالقوانين الطائفية؟ أنا ضدها حقيقة. أيوة. نحن كنيستنا، يعني نحن طائفتنا تنازلنا عن الشخصية، الأحوال الشخصية باقية، أما قضية الميراث وما ميراث لا. ما نطبق قوانيننا نحن، ولو في عندنا في كتاب القوانين الكبير هيك باللغة القديمة مكتوب باليد هذه، ولكن كل دولة نتبع قوانينها، قوانين الدولة. وتعرف إسرائيل ذاتها هي أيضا محاكم طائفية، قوانين طائفية. هاي مو ديمقراطية. لا مو ديمقراطية. لا. قوانين يجب أن تكون لا يهودية لا مسيحية لا إسلامية لا بوذية، لا ما عليها من الطائفة، ما عليها من قوانين العيش والتعامل مع بعض المواطنين يجب أن يكونوا واحد. أيوة. واحد، مو أنواع. هيك أنا أسميها دولة المواطنة. بالضبط. أنا أيضا كتبت كثير مرات. أيوة. معادلة لازم تكون مواطن فقط. أيوة. مو وطن قومي أو ديني أو مع طائفي، ومواطن قومي وديني وطائفي، لا، مواطن فقط. أيوة. وأنا أتفق مع هذا مبدئي. نعم. هذا مبدئي. أنا أيضا هذا مبدئي. هذا طائفية مشكلة. طائفية هي وبال على المجتمع. أنا عندي محاضرة لازم أعطيها في إيطاليا عن هذا القصة. حلو. الأحوال الشخصية، إلي مقال طويل عريض الأحوال الشخصية في الدول العربية. عندي مقال طويل بالفرنسي وذكرته في كتابي، فطلبوا مني مؤتمر عن بعد بعد 10 أيام أظن، عندي في ميلانو أظن أو مثل هيك، لازم بس من هون يعني الزوم، نظام الزوم من هنا. لهذا الموضوع. جميل. في العراق في بداية 80 وبنهاية 70 79 هيك صدر أمر عن قضية الزواج. كان طبعا كل واحد في طائفته طبعا زواج حسب هذه، بعدين يروح يسجل زواجه في المحكمة، يسجل فقط. كنا مثلا الكاهن لما يعقد القران نعطيه شهادة زواج نسميها هذه، فهاي الشهادة يوديها هو للمحكمة، المحاكم هناك يسجلون زواجه. واستنادا للشهادة هذه.
فطبعا شافوا أنه خاصة المسلمين حقيقة أنه كثير مرات الرجل الدين يعمل مخالفات كبيرة، مثلا يزوج واحدة صغيرة 10 سنين 8 سنين هاي ومع يعطوك شهادة لازم، فمجبور المحاكم لازم تسجلها لأنه قانون هيك. فشافوا أنه لا، ألغوا هذا، قالوا قبل يجب أن يعقد الإنسان في المحاكم وبعدين يعقد في طائفته. أيوة. يعقد في المحاكم حسب القوانين، وهي أنه يجب أن يكون 18 سنة، أخذوا قرار أنه بنت لازم 18 سنة فما فوق. فعملوا هيك. نحن في البداية شفناها نوع من الظلم، غبن بحقنا. أيوة. أنه هيك، أنه هاي فعرف إيش بس بعدين أنا فكرت نفسي طبقته لما تزوجت، رحت للمحكمة قبل، ورحنا هناك وعملنا عقد وبعدين الكنيسة زين عملت. أيوة زين عملت. طبقت، وكنت أقول شوفوا أنا نفسي طبقت هالشيء. بالبداية كنت أنا ضد، حتى رحنا أتذكر في كركوك من كنت بعد الكنيسة الثانية أنا والمطران إلى المحاكم، وقلنا شلون يكون هيك، لازم يكون قبل في الطائفة، وقبل يكون زواج ديني، لأنه عندنا هيك زواج هو على أساس سر الزواج، مؤسسة دينية وما أعرف إيش وإيش، فإلهية من هالقبيل. فقال المحاكم، أنا أتذكر قال أنا أفهمكم، بس هذا قانون طبعا صدر في هذه، إذا عندكم لازم تروحون لوزارة العدل في بغداد، يروح رئيس طائفتكم هذه. وبالفعل كان راح البطريرك الكلداني، هو الأكبر البطاركة في العراق، راح كان العدل، بس وزير العدل قال ننظر بها، بس ما صار شيء. بس بعدين على أساس جت الحرب الإيرانية العراقية، الحروب تعرف كثير مرات تخربط كل الأمور الحياتية. فقاموا بدوا ما يديرون بال على الأشياء هذا، ويعملون هيك ويعملون هيك. بس أنا حاولت أنه ألتزم به حتى في أثناء الحرب العراقية. يعني يجي واحد يقول له روح قبل اعقد، وجيب لي ورقة من الحاكم أنه عقدت، هالورقة أنا أحتفظها في فايل في الملف تاعك، وبعدين أنا أبرخك. وهون نفس الشيء، هنا اللي إذا رجل الدين يتزوج قبل الزواج المدني عليه عقابه. طبعا بالعراق أيضا صار هيك. ليش نحن عند الحاكم أنا والمطران؟ لأنه مسكوا واحد كان راح إلى قرية كلدانية في شمال العراق، وهناك كان القس عقدوا قران، وجاب ورقة وما عنده خبر بهذه، فالحاكم ألقى القبض عليه، وقالوا حتى الكاهن اللي عمل راح نلقي القبض عليه. فقمنا رحنا وتدخلنا وهون وهناك، وبعدين قدرنا انه نقول اوكي هالمره سامحوه، وهذه واعلنا بالكنائس هيك هي، ولازم يكون هيك، وتفادوا هالمشاكل القانونيه. هون في السويد طبعا، هون في السويد ايضا هو الزواج الديني، زواج الطوائف ما يعتبروه يعني ما يطبق عليه اي قوانين. يعني حتى ما يسموه زواج ابونا، اي حقوق، لا ما يسموه زواج، يسموه بركه دينيه. بركه، صح بالضبط. ايوه. انما انه انت عاقد بهاي شهادتك، تروح انه تريد مثلا الحقوق كزوج ومع ايش قضايا، سواء بالراتب سواء بالسكن، لا ما يعتبروا هذه، لازم تكون جيب من المحكمه، من الحاكم، من القاضي. فهيك هي. فلذلك انا كان حطيت لها سباقية في مدخل الكنيسة داخل طبعا في الممر، سويتوا لوحة كبيرة بالزجاج، حطيته بها بالآشوري وبالسويدي، أنه كل من يطلب الزواج يجب عليه أن يعمل هذا. أولا أن تذهب إلى المحكمة، يذهبون وتسجلون بلا بلا وتعقدون هناك، وأن تأتي بعده وتأتي لنا بورقة الحاكم عقد نحتفظها عندنا. بعد ذلك يتسنى لنا أنه إذا أردت أن تعمل الزواج الديني. أنا رحت على المغرب، وزارة العدل مكتوب شروط زواج الأجانب من مغربيات. مكتوب على الحيط، مكتوب أولا يجب أن يأتي بشهادة أنه تحول إلى الإسلام.
والثانيا تعرف شو الشرط الثاني؟ انه يجيب شهاده انه مختون. اوي 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 اوي. عبط 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 غباء عبط غباء غباء بأعلى درجات الغباء. أي بالضبط. وأنا شفتها بعيني، يعني ما مصدق، ما مصدق. أنا بعرف القانون يطالب بك، بس حاطين الإعلان على الحيط أي أجنبي لازم يجيب شهادة إنه تحول الإسلام، والثانية إنه مختون. غريب غريب. شيء يقزز، شيء يقزز فعلا، شيء يقزز. يلا نكمل أبونا. نعم. هلا صارت ساعة، شو نساوي؟ اوكي، فاذا هي يعني قضيه اللغه اخذتنا هيك الى هذه. منيح منيح، مو فقط يعني احنا ما لازم نهون يعني. هي ثقافة، هي جزء من ثقافة جزء من المجتمع. الثقافه اللغه. شو بدي من الأفعال هاي ولا خلصنا؟ أيوة. فإن شاء الله في الحلقة القادمة نستمر ثلاثي المعتل وكل أنواعه، ونشوف كيف كيف هاي يصنع أو هاي يركب هاي أو طويلة، هاي مش عارف نخلصها الآن. لا. فعند ذلك إن شاء الله كلها نشوفها بكل هذه، والأيام بيننا. أيوة، حنكمل الأمور مثل ما لازم. أنا أبدأ أفكر من اليوم حول ما قلته أنت على الكتاب التعلم اللغة بدون معلم. أيوة. هذه بس أنت ابعث لي إذا عندك. أنا أشوف هسه بهالفرصة القصيرة سوينا، أنا فتشت في كتبي ما شبه الكتاب اللي كان عندي فارسي، أشوف كيف كان. أنا أجد لك شيء. فإذا تدز شيء من أي لغة اللي نعرفها أو على الأقل موديل، على الأقل موديل. أيوة كموديل يعني. ما بعرف إذا السيميل موجود PDF ولا لا. أيوة إذا في PDF وسأبدأ أنا من الآن كل ما لا حتى أبو أنا بدي أشوف السيميل هو أفضل ما رأيت أنا. نعم، أنا راح أحاول أدخل في جوجل أشوف السيميل. أنا حبعث وابعث لك الرابط. أوكي. أبونا أتوقف هنا. بس بدي أشكر المشاهدين، وأرجوكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. صحيح احنا رحنا شمال يمين، بس كويس انه يعني هي ثقافة عامة. مهم انه نشوف المشاكل اللي يواجهها الطوائف تعونا، والمشاكل الدول الغربية اللي نعيش فيها. حلو جدا. اكتبوا تعليقاتكم اذا في شيء. واحنا بالخدمة. أبونا خليك معي، أنا حقفل هذا، خليك معي، أنا حقفل التسجيل.